السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ النهارده هنكمل مع بعض حل اسئله تقييمات الوزاره للاسبوع ال11 ان شاء الله سبحانه وتعالى. السؤال بيقول لك اذا كان الاتموسفيريك بريشر عند السي ليفل 76 سنتيمتر ميركوري، اذا درجه الحراره قلت في الشتاء والدنيا بقت في ليله شتاء جدا، يا ترى الاتموسفيريك بريشر هيحصل له ايه؟ انا عاوزك تركز كده معايا. درجه الحراره لما بتقل يبقى اكيد الدينستي بتزيد. متفقين ان الدينستي والتمبتشر هما في علاقه انفرسلي. لما التمبتشر تقل الفوليوم بتاع الجهاز هيقل، فالدينستي بتاعته تعلى. الماس كده كده ثابت. طب ما الاتموسفيريك بريشر معتمد على رو جي اتش، صح ولا لا؟ الدنسي عندك لما بتزيد دنسة الهواء بتزيد، يبقى يا فندم الضغط عندك هنا، ضغط الهواء جوه انبوبه الباروميتر بيعلى. فلما البريشر هنا يعلى الهايت هنا هيحصل له ايه؟ يزيد، لان طبعا لازم بريشر الليكويد يتعادل مع البريشر الخارجي. فاذا بريشر الهواء زاد يبقى لازم بريشر الميركوري يزيد، او لما البريشر بره يزيد ينتقل الليكويد من بريشر الاعلى للاقل، فيفضل ارتفاع يزيد لغايه لما البريشر ده يبقى قد ده. وده معناه ان ضغط الهواء بتاعك هيبقى اكبر من 76. الرقم الوحيد اللي اكبر من 76 سنتيمتر ميركوري هو 0.8 متر ميركوري، ده بيساوي 80 سنتيمتر ميركوري. 1 اي تي ام ده قد الاتموسفيريك. 0.9 بار ده اصغر من الاتموسفيريك، لان ال 1 اي تي ام بيعادل بالبار 1.013 بار، يبقى ده رقم اكبر. ال 750 تور ده اصغر من الواحد اي تي ام، لان ال 1 اي تي ام بيساوي 760 تور، كده 750 اقل. ده الوحيد اللي اعلى اساسا. If the difference in air pressure inside flying aircraft and outside is 1 atm, then it equivalent to كام؟ حولها لي. 0.1 atm تساوي كام؟ مثلا جرب كده، تساوي كام بالمتر ميركوري؟ اولا بص، انا اضرب في ستاندرد ديفايدد ستاندرد ايه؟ بص، اضرب في ستاندرد اللي معايا ديفايدد ستاندرد اللي عاوزه. اقدر سوري في ستاندرد اللي انا عاوزه. متر ميركوري تطلع بكام؟ 0.76 على 0.1 اي تي ام ستاندرد معاك 1. جرب كده. 0.1 multiply 0.76 divided 76 divided 1 اسف، تديني 0.076. في اي حاجه من دول؟ لا مفيش 0. اهي 0.076 متر ميركوري دي الاجابه. ده لو انا هحول للمتر ميركوري. طيب السؤال اللي بعده، بضرب في ستاندرد اللي ايه؟ اضرب في ستاندرد اللي عاوزه على ستاندرد اللي معايا. طبعا ستاندرد الاتموسفيريك بريشر هو بيساوي 76 سنتيمتر ميركوري، يعني 0.76 متر ميركوري. فانا ضربت في ستاندرد اللي انا عاوزه ديفايد الستاندرد اللي معايا الاي تي ام الستاندرد بتاعه 1. 3. The figure show mercury barometer placed in a location to measure atmospheric pressure. The barometer reading indicate that it is ايه بقى؟ placed فين؟ طبعا الرقم ده اقل من الاتموسفيريك بريشر، يبقى انا طلعت عند التوب اوف ماونتن سي. A solid rectangular prism whose material الدنس بتاعتها بالرقم ده and whose dimension 40 30 20 the acceleration due to gravity 10 maximum pressure equal كام؟ maximum pressure equal الفورس على الاريا المينيمم. الفورس رو في جي ام في جي والام رو في جي. الاريا المينيمم 20 في 30
في 10 باور نيجاتيف 4. طب وهنا الدنس بكام؟ 2700. طب والفوليوم 20 في 30 في 40 في 10 باور نيجاتيف 6. في الجرافت ب 10 نيجاتيف 6 عشان بقت سنتي في سنتي في سنتي بقت سنتيمتر كيوبيك. يبقى يطلع كده معانا، يلا 2700 تبلاي 20 في 30 في 40 في 10 باور نيجاتيف 6 في 10 اوفر 20 في 30 في 10 باور نيجاتيف 4. هيطلع البريشر الماكسيمم 1800 باسكال. طب انا عاوزها بالبار، ازاي احول من باسكال لبار؟ اضرب في ستاندرد اللي عاوزه 1.013 على ستاندرد الباسكال 1.013 في 10 باور 5. يعني من الاخر شيل دي مع دي واضرب في 10 باور نيجاتيف 5. طلع 0.18 بار. 0.18 بار، ادي الانسر. 5. If the usual atmospheric pressure 76 centimeter mercury and hurricane causes atmospheric pressure decrease by 10%, then the new atmospheric pressure became كام؟ قلب by 10%. يعني البريشر الجديد بيساوي 76. لما انا اقول لك البريشر decrease by 10% يبقى وصل الى كام؟ نقص منه 10%، يبقى دلوقتي 90%. يبقى هو 90 على 100 من القيمه بتاعت 76. يبقى 76 في 90% تطلع بتساوي 68.4 سنتيمتر ميركوري. ها انا هو مش طالعها بالمتر. حلو. يبقى ديفايدد 100 عشان احول تبقى 0.684 متر ميركوري. بيلعب بالكونفرتات. 0.684. اللي بعده which of the following factor doesn't affect على ال height of mercury in barometer؟ الكروس سكشن اريا طبعا. 7. the opposite figure. مين الهايت اللي بيعبر؟ الهايت بتاع الميركوري في الباروميتر يعبر عن الاتموسفيريك بريشر بي، اللي هو الهايت من اول السيرفيس لغايه عند الفاكيوم. ده الهايت اللي يعبر عن الاتموسفيريك بريشر. 8. In the opposite figure, mercury manometer is connected to closed arm containing some neon gas, given that in the atmospheric pressure 760. The pressure of neon gas equal كام؟ طبعا البريشر هنا قد البريشر هنا، يبقى البريشر بتاع الجاز بيساوي بي اي بلس اتش. خلي لي دي بالسنت عشان تبقى زي دي، تبقى 76 بلس 20 تبقى 96 سنتيمتر ميركوري. موجودة. صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. The figure show manometer with tube containing water density 1000. لو استأذنك كده عمار لو تشوف لي مية عندك. والبريشر بتاع الجاز بالرقم ده. دي كانت موجودة في شيت المراجعة. فبيسألك البريشر بتاع الجاز في المانوميتر بكام؟ بريشر الاير بكام؟ اشكرك يا عمار بيه. الصوت راح خالص يا ولاد صح؟ الحمد لله. بص يا ولاد كده معايا، الصوت كان راح خالص. المفروض ان البريشر بتاع الاير قد البريشر بتاع الجاز زائد رو جي اتش. يعني بريشر الاير بيساوي بريشر الجاز بلس رو جي اتش. طب انا عاوز اجيب بريشر الاير. بريشر الجاز 1.003 في 10 باور 5. بريشر الووتر 1000 10 باور 3 في الجرافتي 9.8. قال لك عليها الجرافتي 9.8 في الاتش 10 سنتيمتر، يعني بعد الكونفرت 0.1.
الاجابه هتطلع بالباسكال. عاوز تطلع الاجابه بالاي تي ام، الانسر ده بعد ما يطلع تحوله ديفايدد 1.013 في 10 باور 5، تحوله من باسكال لاي تي ام. يلا بينا. 1.003 في 10 باور 5 بلس 1000 في 9.8 في 0.1 equal كل ده divided 1.013 في 10 باور 5 عشان احول الاجابه من باسكال لاي تي ام، فيطلع الانسر 0.99999 يعني 0.98 approximately يعني 0.98 ATM. طيب السؤال اللي بعده when water replaced by mercury in manometer. water is replaced by mercury، بدل water حطيت mercury في مانوميتر بيقيس small pressure difference. الهايت هيحصل له ايه؟ هيبقى very small لان الميركوري صعب يتزق. كل دي كانت موجوده في شيت ريفيجن. in open end manometer the sign of height of liquid is the sign of height of liquid between level in 2H positive. لما يكون الهايت بوزيتيف يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان بريشر الجاز ماله اكبر من الاتموسفيريك بريشر. طب في السؤال اللي جاي ده a tower has height 90 متر واتموسفيريك بريشر كانت على الجراوند 76 ودنس الهواء 1.25 ودنس الميركوري بالرقم ده والجرافيتي بالرقم ده، يبقى الاتموسفيريك بريشر عند التوب اوف ذا تاور اللي هو ايه؟ ده القانون اللي هو بتاعنا رو ميركوري اتش داون ماينس اتش اب في 10 باور نيجاتيف 2 بتساوي رو اير اتش اير. طيب اتش داون قراءة الباروميتر تحت، اتش اب قراءة الباروميتر فوق، ده اللي هو عاوزه. بص يا دكتور الدنس بتاعت الميركوري 13600 قراءة الباروميتر تحت ب 76 عند الجراوند، فوق عاوزين نجيبها في 10 باور نيجاتيف 2. دنس الاير ومديها لك 1.25. هايت اوف اير اللي هو الارتفاع اللي انت كنت موجود عنده اللي هو التاور 90. انا بقى هاخد ال 13600 اضربها في 10 باور نيجاتيف 2 يروحوا دول مع بعض واودي ال 136 بالديفايدد، يبقى 76 ماينس قراءة الباروميتر فوق تساوي 1.25 في 90 ديفايدد 136. تطلع الانسر بتاعنا 0.827. اعمل بقى 76 ماينس الانسر ده عشان اجيب اتش اب بكام. هيطلع معانا ان قراءة الباروميتر في الاعلى تساوي 75.17 سنتيمتر ميركوري. يس، وده برضو من الاسئله كانت موجوده عندنا في شيت المراجعه. برضو السؤال ده موجود عندنا. السؤال بيقول لك the figure show 3 identical manometer each connected to reservoir contain gas XYZ. The gas whose pressure is equal to atmospheric pressure. مين الجاز البريشر بتاعه قد الاتموسفيريك بريشر؟ اكس طبعا. اكس. طب the correct order of the pressure. الكوريكت اوردر بتاع مين اكبر واحد؟ اكبر واحد في اليد كلها اي زد، ده بيساوي بي اي زائد اتش، وبعدين يجي ايه؟ اكس، وبعدين اقل واحد واي. يبقى الترتيبه زد اكبر من اكس اكبر من واي، لان بريشر زد الهايت يا جماعه لما يكون في فري برانش اكبر يبقى بريشر الجاز اعلى من الهواء. هنا بريشر الهواء اعلى من الجاز، هنا الاثنين قد ايه؟ قد بعض. Question 14. What is the reading of barometer placed at the top of the mountain اللي ارتفاعه 5.1 كيلومتر above sea level؟ إذا كان الريدنج عند السي ليفل ب 0.75 واداني دنسة الهواء، نفس السؤال اللي فات. دنسة الميركوري اتش داون ماينس اتش اب. وبص بقى هو مديني قرايه الباروميتر بالمتر ميركوري، ما اضربش في 10 باور نيجاتيف 2، بضرب في 10 باور نيجاتيف 2 عشان اخلي السنتيمتر. هنا لا، هتساوي رو اير في اتش اير. طيب 13600 وقراءة الباروميتر تحت مدانا 0.75 وانت عاوز تجيب قراية الباروميتر اللي فوق، واداني دنسة الهواء 1.2 وارتفاع العمارة الجميلة 5.1 كيلومتر، فتضربها في 10 باور كام؟ 3.
ودي ده بقى بالديفايدد الناحيه الثانيه. يلا يعني نعمل كده يا ابو الابطال. 1.2 في 5.1 في 10 باور 3 divided 13600. هقول بقى 0.75 ماينس الانسر عشان اجيب قرايه البارامتر فوق. 0.75 ناقص الانسر اللي هيطلع لي على الكالكوليتور دلوقتي تدينا 0.3 يا ابو الابطال. 0.3 متر ميركوري، دي قراءه الباروميتر عند التوب اوف ذا بيلدينج. طيب في عندنا شويه اسئله عندك على السخان بقى. عندك هنا البريشر ات بوينت 10 باور 5 كيلو جرام متر باور نيتيف 1 سكند باور نيتيف 2. ده ايكويفالنت لايه؟ باشا ده ايكويفالنت ده اولا ده بتاعه الباسكال، دي ان هي نيوتن على متر ايه؟ متر سكوير. ماشي. طيب دي تساوي مين في دول؟ 10 باور 5 ديت بتساوي كام من الكلام ده كله؟ هو ده 10 باور 5 باسكال اللي هو بيساوي، استنى بقى، بيساوي 1 بار. ده عباره عن 10 باور 5 باسكال، والباسكال عشان احولها للبار بضربها في 10 باور نيجاتيف 5 فتديني 1 ايه؟ 1 بار. بعدين بيقول لك هنا if the standard atmospheric pressure 1 atm and the person climb skyscrapers carrying a barometer, then notes that the pressure at one of the floor has decreased by 5%. Which of the following choice represents the correct reading of barometer؟ الباروميتر قل باي 5%. يبقى الاتموسفيريك بريشر دلوقتي واحد فيه 5 قلت 5%. يبقى واحد في 95% يعني 0.95 0.95 ATM 0.95 ATM. يبقى كام بالسنتيمتر ميركوري؟ خد 0.95 واضربها في 76 عشان تحولها بالسنتيمتر ميركوري. 72.2 اهي 72.2 سنتيمتر ميركوري. اخد الرقم ده واضربه في 76 عشان احوله بالسنتيمتر ميركوري. All of the following barometer can be used to measure atmospheric pressure ما عدا مين؟ ما عدا اللي مايل ابن اللذين العبيط ده. ده ما يقيس الاتموسفيريك بريشر. وحاجه كمان، لا تصدق ده ممكن. عارف ده ممكن اقول لك ليه؟ اجيب الهايت واضربه في ايه؟ في ساين الانجل، لكن ده اللي مش لا يمكن. لازم البارامتر عشان يقيس اتموسفيريك بريشر لازم يكون في فاكيوم فوقيه. اولا انا هنا مش ضامن ان الميركوري لسه في فراغ ممكن يطلع، بس انت اللي ضغط عليه، انت واخد بارامتر قصير. بيقول لك لازم عشان قرايه البارامتر تعبر عن اتموسفيريك بريشر لازم يكون في سبيس فوق الميركوري اللي هو الفاكيوم، غير كده ما ينفعش. كويشن 4 بيقول لك the ratio between the length of Torricelli vacuum of barometer at the top of the mountain to the length at the bottom. طبعا فوق ارتفاع الميركوري قليل، طول الفاكيوم كبير. تحت ارتفاع الميركوري عالي، طول الفاكيوم صغير. فطول الفاكيوم اللي فوق كبير واللي تحت صغير، كبير على صغير يبقى greater than 1. السؤال اللي جاي هنا بيقول لك the two figure represent mercury barometer and manometer at the sea level. If both devices are taken to the top of the mountain، الاثنين خدتهم للتوب of the mountain، ماشي؟ the height of mercury in the barometer هيحصل له ايه؟ هيقل. انا بس عاوز بس معاك بس في حته كده معينه. واضح ان بيقول لك هنا ايه؟ an adiabatic container. ماشي. the height of mercury column in the open arm of manometer هيحصل له ايه؟ هايت بتاع الميركوري في الاوبن ارم. انت لما تطلع فوق، انا طالع لفوق بس يا جماعه ده مفتوح من ناحيتين، ده صح؟ ده مفتوح من ناحيتين يا عمنا. يبقى انا كل ما اطلع لفوق اولا انت عندك هنا بريشر الجاز قد الاتموسفيريك. لما هطلع لفوق بريشر الاتموسفيريك بريشر هيقل، فالجاز هيضغط، الميركوري هيطلع هنا. يبقى الاجابه ان هتزيد ارتفاع الميركوري في الاوبن ارم، هتزيد لان كل ما بنطلع لفوق ضغط الهواء بيقل
فالجاز يضغط على الميركوري يطلعه لفوق. يبقى الاجابه will going to increase. في موديل بي في اسئله حل الباروميتر، the figure show represent 2 manometer connected to gas reservoir. If the 2 manometer differ in radius and their tube are connected to different liquid, which of the following reasons explain the difference in liquid level displacement in 2 manometer. ايه سبب ان ارتفاع الليكويد في المانوميتر هنا وهنا مختلف؟ السؤال the radius of manometer 1 smaller. اولا هما الاثنين متوصلين بنفس الجاز، المفروض يدوا نفس البريشر نفس الاتش، والاريا لا تؤثر. الدنس بتاعت الليكويد في مانوميتر 1 اكبر من مانوميتر 2. هو الدنس الاكبر يبقى صعب يتزق فعلا. هو الهايت هنا صغنطوطي، الهايت هنا كبيري، فاللي عنده هايت اللي عنده دنس اكبر صعب يتزق. فالاجابه الدنس هنا اكبر عشان كده بيتزق بصعوبه. بس طب باروميتر بيقرا 76 عند البوتوم اوف بيلدينج و75 عند التوب اوف ذا بيلدينج، ودنس الهواء بالرقم ده، الهايت اوف بيلدينج بكام؟ يا سلام على الكلام. دنس الميركوري 13600 في 76 اتش داون ماينس اتش اب في 10.2 هتساوي رو اير اللي هي 1.36 ملتبلاي ارتفاع عمود الهواء اللي احنا عاوزين نجيبه. ودي بقى 136 بالديفايدد الناحيه الثانيه تطلع معاك المساله 13600 افتح براكت 76 minus 75.8 في 10.2 divided 1.36 تطلع ارتفاع العمارة ب 20 متر. سلام على الكلام، يا سلام على الحلاوة. question 3 water what happened to the mercury level at A, B, C when valve 1 and 2 open given ان الاتموسفيريك بريشر ده اصغر من هواء الجاز ده، بريشر الجاز اللي جوه ده اصغر من الهواء. طبعا انت لما تفتح الفالف ده بريشر الهواء ده الاكبر فهيضغط، ده هيطلع لفوق، وطبعا الهواء هيمشي من هنا من البريشر الاعلى للبريشر الاقل، فالميركوري يطلع ياخد مكان الجاز اللي مشي من هنا تاني. قبل ما تفتح الانابيب كل البريشر متساوي، يعني البريشر هنا قد الاي تي ام وهنا قد الاي تي ام، بس البريشر هنا اقل، فلما تفتح الحنفيات الضغط ده يبقى اعلى يزق ده لتحت ده يطلع. طب اللي فيه هنا شويه هواء فالجاز اتحرك من البريشر الاعلى الى الاقل، فالميركوري يطلع ياخد مكان الهواء اللي طلع دوت، يبقى ده ينزل وبي يطلع وسي يطلع، يبقى الاجابه دي. طيب ممكن لو سمحت ما تبصمكش السؤال ده، لان ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك طب لو بريشر الجاز كان اكبر من 1 اي تي ام يبقى ده ينزل وده ينزل وده يطلع. طب لو بريشر الجاز بيساوي 1 اي تي ام ولا واحد يتحرك من مكان. خلي بالك من اللقطه دي عشان لو جالك كذا موديل في الامتحان. إجاز confined in container البريشر بتاعه 1.267 atm. One student wanted to measure this pressure using water manometer while the other student كان عاوز يقيس البريشر ده بالميركوري مانوميتر. مين هيبقى اكيوريت؟ يا جماعه اولا طبعا كلنا عارفين ضغط الهواء تقريبا 1 atm، فضغط الجاز هو اكبر من ضغط الهواء بحاجه بسيطه قوي، يعني ده سمول بريشر ديفرنس. فكده كنت بقول لكم الصغير يلعب مع الصغير والكبير يلعب مع الكبير. لما يكون فرق الضغط صغير فضلوا يحطوا لك كوبايتين السوق قليله. فالواد الحلو اول ستودنت قال لك انا هستخدم الميه دوت حلو ده، التاني ميرك عبيط. يبقى مين المور اكيوريت؟ اللي هيستخدم الايه؟ ميجر مانوميتر يوزنج ووتر مور اكيوريت. طبعا.
سؤال رقم 5. Student wanted to determine density of air in a certain region using mercury barometer. If the barometer reading 75 centimeter mercury عند ground level and after climbing a mountain at height 136 meter الباروميتر بيقرا الرقم ده. دنس الهواء بكام؟ دلع. دنس الميركوري 13600، قرايه الباروميتر تحت 75 وفوق 73.75 في 10^-2 هتساوي دنس الهواء المطلوبه في ارتفاع العمود 136 واديه بالديفايدد الناحيه الثانيه. يبقى دنس الهواء هتساوي 75 1.25. دنس الاير هتساوي 1.25 كيلو جرام بير كيوبيك متر. الجزء الاخير في الاسئله ديت new shape manometer use with wider tube. المانوميتر لما انت تستخدم wider tube قراءته تزيد تقل ولا تفضل ثابته؟ تفضل ثابته. In a test to measure air pressure inside lung عمرو blow with his all lung strength one end of mercury manometer. يا باشا انت جايب مانوميتر كده وناديت على الواد عمرو قلت له يا عمرو تعالى عاوز اشوفك بتشرب سجاير ولا ايه نظامك يا عمرو؟ تعالى يا عمرو انفخ لي هنا كده عشان اقيس البريشر بتاع اللنج بتاعك. فعمرو اما حب طلع لك هواء من بقه زق الميركوري كده والميركوري طلع الناحيه الثانيه. فالميركوري في الاوبن ارم طلع كام سنتي؟ طلع 5 سنتي في الاوبن ارم. وات از ذا بريشر انسايد اللنج؟ يبقى البريشر اللي جوه اللنج بيساوي بريشر الاير زائد 5. طيب هو هنا مديك بريشر الاير، لا 5 ايه؟ يبقى زائد رو جي اتش بقى. بريشر الاير مديهولك بالباسكال 1.013 في 10 باور 5 زائد رو بتاعت الميركوري 13600 في الجرافت ب 10 في الهايت 5 في 10 باور نيجاتيف كام؟ 2. احسب وطلع الناتج 1.013 في 10 باور 5 بلس رو جي اتش 13600 في الجرافتي 10 في الاتش 5 في 10 باور نيجاتيف 2 0.05 هيطلع معانا الاجابه بي. السؤال الثالث when the top mercury barometer tube is broken. خبر بارومتر اتكسر. ماشي. the height of mercury column in the tube will be equal كام؟ يعني انت عندك لو بارومتر مفتوح من فوق افتكر لو ده اتكسر بقى مفتوح اوبن، لو مفتوح يبقى الهواء هيضغط والميركوري هينزل ويبقى السطح في ذا سيم ليفل. الهايت هيبقى عندك فول ذا ليفل اوف ذا ميركوري ان ذا ريسيفوار. طبعا الميركوري كله ينزل في الخزان بتاع الحوض. البريشر 800 سنتيمتر ميركوري هل هي اكبر ولا اصغر من 0.08 بار؟ حولها وانت تعرف. اعمل ايه طيب؟ امسك ال 800 سنتيمتر ميركوري اضرب في ستاندرد البار 1.013 على ستاندرد اللي معاك 76 وانت تعرف 800 في 1.013 ديفايد 76 تطلع بكام؟ تطلع ب 10.6 بار. طبعا يا جماعه ال 800 اكبر من 0.08 بار اكبر. طيب بص كده معايا، ده فيجر الموجود قدامك ده ميركوري مانوميتر. احسب الاتموسفيريك بريشر في الاوبن اند بتاع المانوميتر بكام؟ جيفن ذات ان بريشر الجاز 100 سنتيمتر ميركوري. انت في المنظر ده بريشر الجاز بتساوي بي اي بلس اتش. يبقى بريشر الاير انا عاوز اعرفه بكام. يبقى بريشر الاير هيساوي بريشر الجاز ماينس بي اي ماينس اتش اسف. بريشر الجاز ب 100
والاتش ب 36، يبقى انت هتقول كده 100 ماينس 36 تطلع بتساوي 64 سنتيمتر ميركوري. ده البريشر بتاعنا. والى هنا اعزائي الطلاب، الى هنا اعزائي الطلاب ينتهي عندك السامت 11 لاسئله الباروميتر والمانوميتر توجذر، والى الاساينمنت ال 12 بعدين ان شاء الله سبحانه وتعالى لاسئله عندك الهيدروليك بريس. بالتوفيق لحضراتكم، يا رب اكون بنفعكم، والسلام عليكم.